طبعا تلات ارباعنا شاف الفيديو اللي عمل الاستاذ بيومي فؤاد على المسرح في مهرجان الرياض، واكل في لحم اخيه محمد سلام. قعد يجيب في سيرته بطريقه غير مباشره وكلنا فاهمين وكل حضور فاهمين. ما هو لما يطلع يقول لك انت من حقك انك انت تعتذر عن العرض لكن مش من حقك تهين فنك، يا سلام. هو اهان فنه فين يا استاذ بيومي؟ اللي عمله محمد سلام ما فيهوش اي علاقه باهانه الفن. الراجل وقف موقف مع نفسه انسانيا، قال انا ما اقدرش اروح اعمل كده اهو. سيادتك رحت وعملته ما حدش كلمك، بس تزود الطينه بله. لكن ارجع اقول لك حاجه، طول عمرنا اتعلمنا ان لما بقى في مشاكل بين اتنين اخوات في عيله واحده يتجمعوا في بيت العيله ويتكلموا. ولو انت زعلان من محمد سلام او اتضريت ان هو طلع ببندة الرجوله ودي اثرت عليك نفسيا فترجع تشرط له بره، لا يا سيدي الفاضل يا اخي حرام عليكم. والراجل قال لك ربك هو الرزاق. ده شاهد بعت التحذير لسنيرجي قالت لها شيلوا من المسلسل الكبير شخصية هجرس، يا سلام. لكن ايه، احمد مكي راجل ابن راجل خد موقف وقال لهم لا انا داخل معاكم في الانتاج وليا كلمة زيكم، مش هينفع ان انا اغير هجرس. وقف مع صاحبه وناس راحت عشان تاخد فلوس وبقت القضية، وكمان بعد ما يخلصوا يرجعوا يلوموا على اللي عندهم اصل. لا، حتى لو نيتك كانت خير ما تبقاش ده مكانها ولا ده وقتها. ولا اضرب في اخويا يا ابن بلدي. حتى لو مختلف معاه مع محمد سلام ضد محمد سلام، ملهاش لازمه انك تقعد تتكلم عليه. وانا بتشرف ان انا باجي السعوديه وفي النهايه جاي تقول لهم كتر خيركم، انا اسف كتر خيركم، عمال كتر خيركم. يا اخي كتر خيركم ايه؟ انت راجل طلعت تشتغل شغلانه مهنه بفلوس مدفوعه لك وخدت اجرك، وهم خدوا نظيرها منتج اسمه الفن اللي قدمته لهم. كتر خيرهم في ايه؟ ما هوش لقمه اداها لك وانت كنت محتاجها. عمال تعمل كده ليه؟ في النهايه انت ضرتنا معاك لانك جيت كحالها عمتها. شوفوا يا جماعه الموقف اللي عمله احمد مكي ايه واللي عمله بيومي فؤاد ايه. رايح تتكئ بره ليه؟ حقيقه انا ندمان على اللي انت عملته لانك اهنتني معاك. ما احنا خلاص انا وانت يا المصري يا اللي بالفلوس تقدر تبيع اخوك ومفيش مشاكل وتدوس على النفوس. يا ناس اتقوا الله. دي وجهة نظري في اللي عمله بيومي فؤاد، وانا اسف رغم انك استاذ وفنان وما قلناش حاجة. لكن الجون اللي جيت تجيبه في محمد سلام رد في وشك. طب انا عايز افهم، انت هتروح كمان اسبوعين ثلاثة ولا حاجة عشان تعملوا مع بعض في نفس اللوكيشن تصوير الحلقات بتاعت الكبير؟ هيبقى الوضع ايه؟ هتحط وشك في وشه ازاي؟ انا عن نفسي على قد ما كنت بحب تمثيلك يا استاذ بيومي، على قد ما انا اتصدمت فيك. قولوا لي انتوا في تعليقاتكم، مش عارف انا بتكلم في السليم ولا انا مزودها حبتين. ربنا يصلح حالي وحالكم ويكتر من اللي زي محمد سلام واحمد مكي. زي ما يكون في اي مهنة كل الناس الرجالة اللي عندها اصول وبتحس بالانسانية وعندهم استعداد يضحوا باي حاجة علشان ما يتقالش عليهم دول بيجوا بالملغية. وبالعند فيك يا بيومي فؤاد، سلام لمحمد سلام. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.